السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم من جديد على بكر جريد 6. الحمد لله على السلامه. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 في ليسون 6 في يونت 2. الحمد لله على السلامه، اللي هو طبعا يونت 9 يعتبر يعني. الحمد لله على السلامه واسفين على الرخامه. النهارده باذن الله هنبدا اخر درس في اليونت الثانيه. بص بقى سعادتك، بنتكلم ان شاء الله النهارده على حاجه اسمها comparing ratios، يعني ازاي نقارن عندنا ما بين الريشيو وازاي نعرف دي ودي ايكوال بعض ولا لا. بص بقى سعادتك، الملخص كله عامه عن الكومبيرنج ريشيوز عباره عن ايه؟ بص بقى، تقول لي والله يا مستر باسل عندي، انا هفكر لو عندي مثلا ريشيو معينه زي مثلا 1/2، تمام، وعندك مثلا سعادتك ريشيو ثانيه زي مثلا 3/6، تقول لي تمام. فانا كده دلوقتي بسالك سؤال مهم جدا جدا جدا، ايه بقى يا مستر باسل؟ هل الريشيو اللي عندي دي ايكوال دي ولا لا؟ وبعرف منين؟ بص بقى ساعتك، اولا ولا لا؟ هتقول لي يا مستر والله انا حاسس، اول طريقه عندي اهو الفيرست واي عندي، انا حاسس والله يا مستر ان 1/2 هي 3/6. اشمعنى؟ عشان خاطر ال1 اللي عندي ممكن تبقى 3. حصل لها تايمز كام؟ تقول لي يا مستر حصل لها تايمز 3. الله، صح كده من الدرس اللي فات يا مستر. وال2 اللي عندي لو بقت 6 هيحصل لها برضه يا مستر تايمز 3. فكده اصبح عندي يا مستر عملت تايمز فوق وعملت تايمز تحت باي نفس النمبر بالظبط، فعملت تايمز 3 فوق عملت تايمز 3 تحت وخلصت على كده. فكده اصبح عندنا عشان خاطر اتاكد ان دول ايكوال بعض بعمل ايه؟ بشوف هل تايمز فوق وتايمز تحت هي ولا لا. لو نفس النمبر هقول له ايكويفالنت، يعني ايكوال بعض. اقول له بص كده الكلمه دي ايكويفالنت، ايوه يعني ايكوال بعض. لو لا هقول له not equivalent، يعني مش equal بعض. طيب افرض بقى يا مستر بس انا عاوز احلها بس بطريقه ثانيه غير الطريقه المعاكسه ذهنيا دي. بص بقى ساعتك هتعمل ايه؟ هتقول لي والله يا مستر باسل اسهل طريقه عندي حاجه اسمها بعمل كروس. بعمل ايه؟ بعمل كروس. يعني اصلا ايه بكروس الاول؟ يعني سعادتك بتعمل النمبر ده والنمبر ده حرف الاكس مع بعض، والنمبر ده والنمبر ده مع بعض. بمعنى بتشوف سعادتك هل 6 تايمز 1 ايكوال كام؟ تقول لي يا مستر الله سهله قوي، 6 تايمز 1 ايكوال 6، اكتبها. و2 تايمز 3 ايكوال كام؟ تقول لي يا مستر الله 2 تايمز 3 ايكوال 6. لو طلع عندك الناتج بتاع الكروس ايكوال بعضه، كده اصبح سعادتك اقدر اقول ان الريشيو دي ايكوال للريشيو دي. هتقول لي كده يا مستر لو سمحت، هو انا يا مستر ينفع استخدم انهي طريقه، الاولى ولا الثانيه؟ هقول لك براحتك عادي، عايز تستخدم الاولى اعملها، عايز تستخدم الثانيه اعملها، بس خد بالك من حاجه، في بعض المسائل ما بتنفعش غير الثانيه بس، ما ينفعش يكون الاولى. عارف ليه؟ زي مثلا 2/3 او مثلا 2/4 و3/6. ازاي يا مستر؟ انت هنا عاوز تتاكد، هتقول لي والله يا مستر لو انا عندي استخدمت الطريقه الاولى اللي هي التول اللي عندي بقت 3 حصل لها تايمز كام؟ دي مش هتنفع. عارف ليه؟ هو اصلا 2 تايمز كام ب 3؟ لا يمكن يا مستر. وال4 نفس الكلام. فانت كده غصب عنك هتستخدم الطريقه الثانيه اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن تعمل ده تايمز ده وتعمل ده تايمز ده، اللي هو الكروس بتاعك، صح كده؟ تقول لي صح يا مستر. بس كده اصبح عندك سعادتك بالاحمر يا حبيبي، بالاحمر 6 تايمز 2 ايكوال كام؟ تقول لي يا مستر ايكوال 12. و4 تايمز 3 ايكوال كام؟ ايكوال 12. دي كده عندك الطريقه الثانيه. يبقى في عندنا بعض الامثله بينفع فيها الطريقه الاولى والثانيه، في بعض الامثله بينفع فيها طريقه ايه؟ الثانيه بس. اخر طريقه عندنا النهارده في السيشن كلها لو انت فهمتها هنبدا نحل مع بعض على الدرس الجامد قوي ده، ازاي نعرف ان احنا عندنا تو ريشيوز ار ايكوال ولا لا. اعرفها عندي منين؟ والله عندي حبيبي بكل بساطه، زي مثلا عندك بسم الله ما شاء الله 12/18 وعندك مثلا 2/3. والله يا مستر باسل اخر طريقه عندي على العلم ان انا اعرف عادي اتابع النمبر، يعني ايه اعرف اتابع دي بقت كام تايم 6 تايم 6 وخلصت، بس انا اعرف طريقه جديده واعرف برضو عادي تعمل ده تايمز ده وتعمل برضو ده تايمز ده، ولكن انا عايز طريقه احدث كمان من كل ده. ماذا افعل يا مستر باسل؟ والله عندك حبيبي ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل سمبليفاي للكبيره فيهم. هو يعني كده امسك كده دي واعمل لها سمبليفاي. مستر يعني ايه سمبليفاي اصلا؟ يعني اعمل لها ان سمبلست فورم، يعني اعمل ديفايدد نمبر معين. اوكي يلا، ممكن تعمل ديفايدد كام؟ يلا تعال ادي يا مستر ديفايدد مثلا 2 ديفايدد مثلا 2 كده اصبح عندك يا مستر 6 ودي يا مستر كام؟ 9. هل ليها سمبليفاي تاني؟ يا مستر بس ديفايدد كام؟ ديفايدد 3 تعال ادي يا مستر ديفايدد 3 ديفايدد 3 كده اصبح عندك 2/3. الله، لو انت في الاخر وصلتها ان سمبلست فورم
وفجاه وصلت للنمبر ده اللي هو اصلا الريشيو الثانيه، فكده اقدر اقول ان دي ايه؟ دي عندنا ايكويفالنت. ما وصلتش ليها اقول نوت ايكويفالنت. خلص على كده. كده احنا عندنا 3 طرق عشان خاطر نتاكد ان هي ايكويفالنت ولا لا. اول طريقه موضوع تايمز كام تايمز كام، وبالمناسبه مش تايمز بس، ينفع كمان ديفايدد كام ديفايدد كام. الطريقه الثانيه اللي هي الاشهر اطلاقا النهارده موضوع الكروس، ده تايمز ده لازم يكون ايكوال ده تايمز ده. الطريقه الاخيره بتمسك الاثنين دول او بتمسك الكبير اللي فيهم تعمل له سمبليفاي وتشوف هل هيطلع زي الثانيه ولا لا. يلا كده نكمل مع بعض السيشن بتاعت النهارده. ايوه صح، بالمناسبه اخيرا فتحنا باب الحجز. لو انت عاوز تنضم معايا في سنتر او عاوز تنضم معايا في الاونلاين، كلمني بسرعه على الواتساب على الرقم اللي هو في الديسكربشن او في اول كومنت عندك. طيب عباره عن ايه؟ والله مش زي اليوتيوب تماما، ولكن انت هتلاقي 2 سيشن في الاسبوع معاك، سواء على الاونلاين زوم او سواء في السنتر وش لوش كده مع بعض. وكمان هتلاقي السيشن بتكون مسجله سواء ده او ده، وهتلاقي امتحان على كل سيشن، هتلاقي مسابقات، جوائز، امتحانات، هوم ورك، وكل حاجه. كلمني بسرعه على الواتساب. اكزامبل نمبر 1 عندك بيقول لك ايه؟ اكزامبل نمبر 1 بيقول لك show which of the following ratios are equivalent or not. يعني مين من دول هو equivalent ومين من دول لا. طيب اعرف منين يا مستر باسل؟ قال لك طبعا ايه؟ باي سمبليفاينج. يعني هو عايز بالسمبليفاينج ده، هو حدد لك عن طريق الايه؟ عن طريق السمبليفاينج. بص بقى ساعتك، لو انت عاوزها عن طريق السمبليفاي عادي، انا هعمل ايه؟ همسك الاولانيه اعمل لها سمبليفاي والثانيه اعمل لها سمبليفاي، في الاخر اشوف ايكوال بعض ولا لا. بس عادي تمام. يلا تقول لي يا مستر ديفايدد 5 ديفايدد 5، كده اصبح عندك 1 اوفر 2، والثانيه ديفايدد 4 ديفايدد 4، كده اصبح عندك 1 اوفر 2. خلصت كده. دول يا مستر باسل اقول له equivalent. اقول له ايه؟ equivalent يعني equal بعض. اللي بعده نفس الكلام، بس انا من رايي ما تلتزمش بالقاعده اصلا. تمام كده؟ يعني اشتغل بدماغك، شوف انت عاوز تعملها باي طريقه اعملها عادي. تمام. يلا اعمل دي تايمز دي واعمل دي تايمز دي. دي هتطلع كام؟ 36، والثانيه هتطلع كام؟ 36. كده اصبح عندنا الاثنين ايكوال بعض. تقول لي يا مستر صح، كده اصبح عندك، هتقول لي ايه؟ تقول لي عندك ايكويفالنت. عبقري، بسم الله ما شاء الله عليك. اللي بعده يلا. طبعا اتحداك تعمل ده تايمز ده ايه هتقعد ساعتين تعملها. ايه الحل بقى؟ والله العظيم مستر بس نرجع لاصلنا تاني، السمبليفاينج تاني. تعالى يلا. divided 5 divided 5 equal 7 over 5، والثانيه 7 over 5. كده يا مستر بس الاثنين equivalent. ايه يا مستر؟ ايه الدلع ده يا مستر؟ ولا واحده equivalent؟ يا نهار اسود يا مستر بس. خلص على كده. طيب السؤال اللي بعده، تعالى يا نهار ابيض تعالى. بيقول لك ايه بقى ساعتك؟ بيقول لك example number 2 بيقول لك ايه؟ بيقول لك show which of the following ratios are equivalent or not by multiplication and division. عادي اعمل باي طريقه انت عاوز simplifying اعملها، عاوز division وتايمز اعملها، عايز الكروس اعملها براحتك عادي. اوكي يلا. والله يا مستر باسل ال5 بقت 10 حصل لها تايمز 2. الله، حصل لها تايمز 2. الله، بقت 12 صح؟ مش دي تايمز 2 تايمز 2 صح؟ ايوه يا مستر. تقول لي يا مستر كلمه يا مستر equivalent ايه؟ كلمه يا مستر equivalent. الله اكبر عليك يا مستر باسل، بسم الله بسم الله ما شاء الله من الحسن. لو انت عرفت تحل السؤال ده لوحدك اكتب كده بسرعه في الكومنتات انا جامد جدا. لو انت مش عارف تحله اكتب انا بطيخه فظيعه، مش كبيره، لا بطيخه فظيعه. طب يلا كده بسرعه السؤال اللي بعده. تعال، انا من رايي نحلها بالطريقه دي. يلا لو انت عاوز طبعا تقول بقول الله. يلا 8 تايمز 9 ايكوال كام؟ ايكوال يا مستر 72، والثانيه ايكوال 72. كده اصبح عندك هتقول لي ايكويفالنت. طب افرض صاحبك حزنبله زعبله حلها بالسمبليفاينج برضه صح، حلها بالتايمز ديفايدد برضه صح عادي. يلا اللي بعده. الثلاثي ده عندنا متكرر، ده هو هتقول لي ايكويفالنت. يلا ده متكرر اصلا. اوكي يا مستر، الحمد لله على السلامه. عندك كده دلوقتي بسرعه اكزامبل نمبر 3 بيقول لك ايه؟ بيقول لك ساعتك show which of the following ratios are equivalent or not. بس المره دي ما جابش واحده ولا اتنين، ده كمان جاب كام ريشيو؟ جاب 3 ريشيوز. بص بقى ساعتها انت عشان ما تتجننش هتمسك كل اتنين مع بعض تقارنهم، تشوف الثالثه. شغل دماغك يا ولد. بص بقى، هتمسك مثلا دي ودي، هتبص كده عليهم. عايز بأي طريقه براحتك، عايز بالكروس اعملها بالكروس عادي. يلا 1 تايمز 30 ب 30، 3 تايمز 10 ب 30. كده ده وده صح. امسك بقى اي واحده منهم اعملها مع الثالثه، طلعت زيها يبقى كده كلهم ايكويفالنت، ما طلعتش زيها يبقى مش كلهم ايكويفالنت. بص بقى ساعتك تعالى تمسك مثلا الثانيه مع الثالثه على جنب كده، اهي 3 اوفر 30 و2 اوفر 20. بس انا من رايي دي رخمه قوي، فانت مش رخمه، ايه المشكله؟ 3 تايمز 20 ب 60، 3 تايمز 30 تايمز 2 برضه ب 60، برضه ايكويفالنت. مش دول كلهم ايكوال بعض؟ ايوه يا مستر. بس كده اصبح عندنا كلهم هنقول له ايكويفالنت. سهله قوي. ايه الدلع والرقم ده مستر؟ اللي بعده يلا
امسك اي اتنين مع بعض وشوفهم، تعالوا بعدين نشوف التالتة. نمسك مثلا دي مع دي، 2 تايمز 9 18، 6 تايمز 3 18، كده الاولى والثانيه ايكويفالنت. امسك مثلا الثانيه والثالثه، 3 تايمز 12 36، 9 تايمز 4 36، كده يا مستر برضه ايكويفالنت. كده اصبح عندنا يا مستر ايكويفالنت. انا عارف ان انت اصلا بدات تشك في نفسك، قلت لي بس يا مستر معلش انا عاوز بس لو سمحت واحده حتى مش ايكويفالنت يا مستر، عشان خاطر انا حاسس ان الدرس كله ايكويفالنت. لا ده حظك والله. بص كده مثلا، يعني مثلا ادي اختراعه اسمه مثلا دي اختراع مثلا، يلا قال لك مثلا 1 اوفر 5 و2 اوفر 7. فانت ساعتك هتعمل ايه؟ هتعمل والله يا مستر 1 تايمز 7 ب 7، 5 تايمز 2 ب 10، كده يا مستر نوت ايكويفالنت عشان خاطر ما نزعلش الحبايب. يلا اي خدمه. طبعا خط معفن بس مفيش مشكله عادي يعني. طيب لو انت ما خطك معفن اكتب كده في الكومنتات انا خطي معفن، عشان احبك، عشان ما احسش ان انا لوحدي يعني، عشان نبقى كلنا خطنا معفن مع بعض، او اكون خطك حلو بالله عليك. يلا اللي بعده يا مستر باسل، امسك ده وده. يلا 1 تايمز 8 ب 8، 4 تايمز 4 ب 16، نوت ايكويفالنت اصلا من قبل ما اكمل. وخلصت على كده. الحمد لله على السلامه. كده دلوقتي نخش مع بعض في اكزامبل نمبر 4، واخيرا اخيرا اخيرا اخر اكزامبل في الدرس السهل قوي ده. بص بقى ساعتك، الاكزامبل ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله يا حبيبي فايند ذا ميسنج فاليو، يعني الفاليو اللي احنا مش لاقيينها اللي بندور عليها يا نجم النجوم. ايه بقى يا مستر باسل؟ والله يا حبيبي عندك دلوقتي 3 اوفر 4 ايكوال اكس اوفر 12. هتعرفها ساعتك ازاي؟ هتبدا بعقلك، مش ده ايكوال ده، يعني ده ايكوفالنت لده، هتبدا تتتابع تشوف النمبرز دي عامله ازاي. يعني ايه يا مستر؟ يعني يا حبيبي والله الفور بقت 12، استغفر الله العظيم، حصل لها تايمز كام؟ هو سهل قوي يا مستر باسل، حصل لها يا مستر تايمز 3، فانت لازم غصب عنك تعمل تايمز 3 برضه فوق. يعني ايه؟ يعني ادي 3 تايمز 3، يا سلام، ايكوال كام؟ 9. تقول الاكس ايكوال 9، خلصت. اللي بعده يلا، ال5 بقت 10، حصل لها يا مستر باسل تايمز كام؟ تقول لي يا مستر حصل لها تايمز 2، اهو حصل لها تايمز 2، فانت لازم غصب عنك ال8 برضه يحصل لها تايمز كام؟ يحصل لها تايمز 2. كده الايه؟ البي ايكوال 16، خلصت. اللي بعده ال7 بقت 14، حصل لها تايمز كام؟ تقول لي والله يا مستر حصل لها تايمز 2، فانت لازم دي يحصل لها تايمز 2. يا ترى كام تايمز 2 يديك 20؟ عشان خاطر معظم الطلاب هتقول لي هي 40، ولا غلط؟ ما انا عاوز اعرف كام تايمز 2 يديك 20. صح، ايكوال عندك 10. كده عندك الواي ايكوال 10، وخلصت على كده. فانت عشان تجيب الميسنج نمبر بتعمل ايه؟ بتقعد تتدلع وتشوف هل يا ترى تايمز كام او ديفايدد كام، ونفس الكلام بالظبط. شكرا جدا ليك، معاك مستر باسل من قناه باس ماس. لحظه بس قعدت كده، مستر باسل من قناه باس ماس. باذن الله قابلك المره الجايه، سواء في السنتر او سواء في الاونلاين او سواء السيشن بتاعتنا المره الجايه على اليوتيوب. ومع السلامه.